ساعات بتفصلنا عن القمه رقم 95 ما بين النادي الاهلي والزمالك في عمر لقاءاتهم من الدوري المصري، ولغايه اما الساعات دي تمر هيفضل السؤال الاهم في ذهن جمهور النادي الاهلي: ايه هو افضل تشكيل النادي الاهلي ينزل بيه بكره قدام نادي الزمالك؟ لكن اولا ندعي لاخواتنا بالرجوع لديارهم سالمين يا رب، اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم ابي. وبدون مقدمات طويله يلا على اجابه السؤال. عايز اقول لك من واقع متابعتي لمارسيل كولر، الراجل ده يا جماعه ما بيدفعش بلعيبه لسه راجعه من الاصابه، فما بالك بقى لعيبه هي اصلا مشكوك في امرها ممكن تشارك ولا لا. احنا بنتكلم عن 4 لعيبه هنستبعدهم تماما من كل التشكيلات اللي احنا نفترض بيها التشكيل الافضل للنادي الاهلي بكره. بنتكلم عن علي معلول، عن بيرسي تاو، عن امام عاشور، عن مروان عطيه. وخليني اقول لك ان بعد استبعادات اللعيبه دي مارسيل كولر هيكون في ذهنه فكرتين. تعالوا الاول نتكلم عن الفكره الاساسيه وهي خطه 4-3-3 اللي هيكون ثابت فيها معانا 6 لعيبه. طبعا مصطفى شوبير في حراسه المرمى لازم ان شاء الله هيكون واخد وقت مناسب جدا في التايمنج للخروج للمرمى، عشان دي حالات كتيره جدا بتواجه هجوم نادي الزمالك. لو جينا اتكلمنا عن ثنائي قلب الدفاع اللي هيكون موجود معانا وثابت سواء في الخطه دي او في الخطه الثانيه، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. تحذيرات بالنسبه للثنائي دول يا جماعه: اولا رامي ربيعه لازم ما يندفعش بره منطقه الجزاء ورا اي لاعب، لان تحركات كتيره جدا من نادي الزمالك بتعتمد على سحب المدافعين بره لتفريغه منطقه الجزاء. نادي الزمالك يا جماعه خطورته بره منطقه الجزاء تكاد تكون منعدمه، ومعظم 80 او 90% من الاهداف بتاعته بتحصل من داخل المنطقه. رامي ربيعه التعليمه الثانيه لازم يكون مركز جدا مع خط دفاع نادي الزمالك. ليه؟ لان جوزيه جوميز زي ما قلت لك في حلقه امبارح بيعتمد على تقريبه خط النص مع خط الهجوم بشكل كبير، وبالتالي عشان ما يبقاش في جاب في الجزء الثاني من الملعب او الجزء الاولاني الدفاعي بيقدم شويه عناصر خط الدفاع. وهنا بقى تيجي لعبه رامي ربيعه في لعب الكور الطويله ورا دفاعات نادي الزمالك. بالنسبه لمحمد عبد المنعم يا ريت ما يطولش بالكوره بكره، لعبه يكون سلس ويتعاون اكتر مع زمايله على ارض الملعب في نقطه اللعب السريع. ان كان ده ثنائي قلب الدفاع وحارس المرمى، تعالوا بقى نروح لثلاثي محاور الارتكاز. وبكره يا جماعه نقطه عدم البدء بدستروير في قلب الملعب دي هتكون كارثه ما اتمناش ان انا اشوفها بكره ان شاء الله. الدستروير الوحيد واللي جاهز دلوقتي معانا اكرم توفيق لازم يكون حاضر، قدامه كل من احمد نبيل كوكا ومحمد مجدي قفشه في مفاجاه متوقعه لو في لعيبه ثانيه هتكون غايبه وهو اللي هيكون بيحل محلهم. وكوكا هيكون عنده دور مهم جدا ان شاء الله في مسانده الظهير الايمن اللي هيكون مختلف على حسب التشكيلين اللي هنقولهم، لكن نقطه خطوره كبيره جدا بتحصل من نادي الزمالك على الطرف الشمال لازم كوكا يكون مستعد لمسانده الظهير الايمن دفاعيا، وقفشه طبعا هيكون موكل بمهام هجوميه. طيب ان كانت دي الست لعيبه اللي ثابته معانا، تعالى الاول نتكلم بقى عن الثلاثي الامامي اللي بناء عليه هنحط الاظهره الهجوميه او الاظهره الدفاعيه اللي هتكون موجوده في تشكيل بكره ان شاء الله. قدامنا حاله من اتنين يا جماعه: يا يكون كهربا اللي هيبدا بكره كراس حربه، وهنا في الحاله دي اتمنى ان شاء الله ان رضا سليم يبدا على الطرف الشمال، لان مش محتاجين رضا سليم على الطرف اليمين كلاعب بيلعب سيرفات او بيلعب عرضيات، هنحتاجه اكتر في البروفايل بتاعه المخترق لداخل منطقه الجزاء. وهنا يفضل مركز وحيد هو مركز الجناح المهاجم على الطرف الشمال، واتمنى وقتها يبدا كريم فؤاد لان هو اللاعب الاكثر فاعليه على خطوط الدفاعات اللي بنلعب ضدها على مدار الماتشات اللي فاتت. طاهر محمد طاهر للاسف بعيد تماما عن نقطه الفاعليه دي. وهنا نيجي بقى للظاهرين يا جماعه. طبعا احنا هنا لما بنتكلم ان كهربا راس حربه فهو لاعب لا يعتمد على العرضيات، اذا انت مش محتاج عمر كمال عبد الواحد كلاعب باك يمين بيلعب عرضيات، محتاجه يكون مكان علي معلول اللي ممكن يكون غير جاهز يلعب باك شمال، ومحمد هاني يكون موجود كظهير ايمن على الطرف اليمين. ده اول تشكيله بالنسبه لل 4-3-3. طيب تعالوا بقى نروح للتشكيله الثانيه باختلاف خط الهجوم. قدامنا حاله ثانيه ان يكون موجود يا اما انطوني موديست او وسام ابو علي كاثنين لعيبه بيعتمدوا على العرضيات، لكن وسام ابو علي بيفرق شويه عن انطوني موديست انه لاعب سريع ومهاري وبيتحرك بشكل مميز جدا في المساحات. في حاله وجود الاثنين دول اروح للاظهره مره ثانيه. في الحاله دي هحتاج عمر كمال عبد الواحد كمزود لراس الحربه بعرضيات ممتازه جدا يكون موجود على الطرف اليمين، وهنا ما عنديش اي مشاكل ان انا ابدا بكريم الدبيس كظهير ايسر مع تعليمات ليه ان هو يكون طبعا واخد باله من الزياده العدديه الهجوميه الممتازه جدا اللي بيعملها زيزو على الطرف ده. وهنا لو جينا اتكلمنا بقى على الاثنين الاجنحه، رضا سليم هنحتاجه بالبروفايل اللاعب اللي موجود على الوينج اليمين اللي بيعتمد في خطورته على العرضيات بالنسبه لراس الحربه، وعلى الطرف الشمال يبدا احمد عبد القادر كلاعب وينج هيكون مميز جدا في استغلال المساحات والضغط على جبهه احمد السيد زيزو. ان كانت دي خطه ال 4-3-3 بالاحتمالين بتوعها، قول لي اي تشكيل من دول تختار ان انت تشوفه بكره في المباراه ان شاء الله. لكن تعالوا بقى للفكره الثانيه والمجنونه والفكره اللي هتكون هجوميه بحته وهتعمل خطوره كبيره جدا على دفاعات نادي الزمالك، بوجود برضه في نفس الوقت مصطفى شوبير في حراسه المرمى. هيبقى موجود طبعا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم بنفس التعليمات هي هنا بشكل واضح وصريح. هنحتاج عمر كمال عبد الواحد كلاعب باك يمين هنعتمد على عرضياته الخطيره، ومعاه كريم الدبيس على الطرف الشمال. ثنائي محور ارتكاز فقط في خطه 4-4-2 هيكون موجود اكرم توفيق
واحمد نبيل كوكا، واحد دستوريه الصرف والتاني ليه بعض المهام الدفاعيه وبعض المهام الهجوميه، ورباعي هجومي يا جماعه. هنحتاج رضا سليم على الطرف اليمين كلاعب برضه بيلعب عرضيات، وهنحتاج على الطرف الشمال احمد عبد القادر كلاعب مخترق ومميز ويقدر يدخل لقلب الملعب في مركزه القديم طبعا، وثنائي راس حربه انطوني موديست كمهاجم اساسي، ووسام ابو علي كشادو سترايكر كمهاجم بيتحرك وبينزل ورا موديست اللي ما بيقدرش يقوم بالدور ده، ودي تعليمه وسام ابو علي اعترف بيها بعد مباراه زد اللي فاتت لما قال ان مارسيل كولر اداني التعليمات ان انا انزل في المركز ده، وعرفت استغل المركز ده وقدرت ان انا اسجل جون حاسم جدا. ان كانت دي من وجهه نظري افضل 3 تشكيلات النادي الاهلي يبدا بيها بكره، مستني اسمع رايك في التعليقات، ايه افضل تشكيل منهم وايه توقعاتك لنتيجه الماتش. وبعد شويه على القناه الكبيره ان شاء الله معانا حلقه عن توقعات نتيجه المباراه. اشوفكم على خير ان شاء الله. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، وشكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.